رجلي، طعني في رجلي. فلقيته دخل اوضه، فخلاص قعدت على الارض على رجلي زي نيرة اشرف بالظبط لما كانت دايخه هو دبحها. مش هي كانت قاعده، شفتي قعدتها لما رجعت لورا قام جاي هو شددها من ورا ودبحها. انا قعدت زيها وشفتها قدامي بالظبط. ففضلت اتشاهد. وبعدين قبل ما اقعد على الارض واخلص يعني خلاص بقى من ايده، قعدت اقول له عشان خاطر ربنا وعشان خاطر حبك محمد. وقعدت الخبط في الاسامي واسامي الرسل واسامي واسم الله من كتر اللي انا فيه عشان يسيبني. ما سابنيش. فلقيته داخل اوضه النوم. فاول ما دخل اوضه النوم جريت بفتح باب الشقه، وقعت على الارض قدام الشقه من اللي انا فيه فوق عيالي. لقيته جايب آه، اللهم صل على النبي. لقيته جايب السكينه اللي في ايده وجاي يحطها في قلب صدري هنا. ف... في قلب صدري هنا قام جاي فتحي. لقيته بقى على السلم فتحي بيبص في ايه قام جاي فتحي ناطط فوقه يحش اللي حصل لي. فقعد يزوق على السلم، قعد يقول له ابعد عني عشان ما يبقوش جريمتين قتل. حتى هو دلوقتي اهله بيهددوا فتحي. ده فتحي ده عريس متجوز جديد. ايوه بيهددوه ان هم هيموتوه عشان هو بيشهد معايا للحق. يا صباح الجمال. سمعنا نورة وهي بتحكي وبتقول اللي حصل لها. هحكي لكم بقى بالتفصيل. نورة ديت من سنبلاوين ديت بلد أرياف من الدقهلية، بالتحديد في منطقة اسمها البساتين. اتجوزت من 4 سنين بالظبط، خلفت بنت وولد. الولد عنده 1.5 سنة والبنت عندها 3 سنين. اتجوزت واحد اسمه احمد واخدته في شقتها. ابوها عنده بيت ملك واداها شقه، وكان مأجر للناس يعني الشقه اللي فوقيها لناس عروسه وعريس. هقول لكم كده ليه، لان العريس ده هو اللي انقذ حياتها. العريس والعروسه دول كانوا متجوزين بقالهم 4 ايام فقط لا غير. سبحان الله، زي ما يكون ربنا جابهم علشان ينقذوا حياتها. المهم في اليوم الموعود هو دائم الضرب عليها والضرب المبرح، وكالعادة تروح للأهل والأهل يرجعوها وعيشوا عشان ولادك وعشان تتربى وعشان يربوا ولادك. يعني أنا مش فاهمة يعني إيه واحد بالوحشية دي يربي عيالها، يعني إيه واحد بالوحشية ديت يشوفوا الأولاد وهو بيضرب ولادها بالشكل دوت ويطلعوا سويين ويطلعوا كويسين. لا بالعكس، ده هم يتربوا بعيد عنه أحسن ب60 مرة ما يتربوا معاه. فبطلوا كلمة بقى الأهالي لا عشان ولادك عشان معرفش إيه عشان يربي لك ولادك. عايزين البنت ترجع مقتوله عشان يرتاحوا. كذا مره تروح مضروبه وتقول له يا بابا يعني ادبوه اعملوا له، لا حياه لمن تلاجي، ويرجعوها برده. واخر مره كانت 2 غضبانه وبرده رجعوها في ال2 دول. بعد ال2 يعني يجي يقول انا مش هعمل وكده، وكان عاده زي كل الرجاله انا مش هعمل ويعمل. يا بصوا عايزه اقول لكم حاجه، اقسم بالله وانا بقسم وانا متاكده باللي انا بقوله، لو الراجل طبعا هو بيضرب هيفضل طول عمره يضرب. اوعي تفتكر هو ممكن يتأدب بأي صورة من يعني بأي حاجة، مفيش، هيفضل برضه يضربك. ولو بيشتم وألفاظه وحشة هيفضل طول عمره كده، مفيش حاجة هتهده غير ربنا، غير لما هو يموت. المهم جه اليوم الموعود دوت. هو شغال في شركه بقاله 7 شهور بس، والاول كان بيشتغل كده شغل قطاعي واي كلام. فكان على طول ما بيديهاش فلوس، وهي كانت بتعيش حياتها، بتاخد من اهلها وتعيش وتقول ايه عشان اربي ولادي وساكته. اليوم ده هي لابسه سلسله، وبيقول لها هاتي السلسله بتاعتك عشان ابيعها عشان انا مزنوق. مالهاش مزنوق فيه. قالت له الذهب بيغلى وكده وخساره ان انا ابيعها، هتجيبيها؟ راح هعمل واسوي فيكي، وراح شاددها وراح ضاربها في راسها ضربتين 4 ضربات جامدين جدا خلوها كان هيغمى عليها. فهي مش متخيله ان هو لو لا هقتلك، هو مش متخيله ان هو يقتلها بجد. قالت له لا انت يا احمد هتقتلني بجد. راح دخل وهي بقى مغمى عليها، كان خلاص هيغمى عليها من كتر الضرب. ف قال لها اوعي تتصلي باهلك ولا تقولي لهم، لو اتصلتي باهلك هوديكي جثه ليهم. برضه افتكرت ان هو بيقول كده، يعني مش متخيل ان هو عايز يقتلها بجد. فراح راح المطبخ فعلا وراح جايب السكينه. الاول راح واخد عياله وراح مطلعهم بره الشقه وقافل باب الشقه علشان بيصوتوا على امهم طبعا وهي بتتضرب. وراح جايب سكينه المطبخ عشان ضعيفه، فضل يضرب فيها ويغرز في رجليها وفي رقبتها. وبعدين راح جايب سكينه تاني اتكسرت، راح جايب التانيه هي بقى، وهو جاب التالته كمان وفضل يضرب فيها، ضربها في رقبتها كان يعني شبه يذبحها، وضربها هي بقى بتحط ايديها. راحت جايه
هي في ايديها، وراحت نامت على ظهرها عشان ما يضربهاش في بطنها. اتغرزت في يعني بصوا 18 طعنه، واخده 18 طعنه بالظبط. فضل في ظهرها يدي فيها، وبعدين دخل على اوضه النوم يجيب حاجه تانية عشان السكاكين بتتكسر، سكاكين مطبخ ضعيفه. مصمم بيقول لها هقتلك يعني هقتلك. دخل المطبخ اوضه النوم عشان يجيب المقص الحامي، علشان خاطر هي عرفت منين في التحريات قالوا كده ان هو كان في جيبه في مقص بتاع الحواجب الرفيع ده، عايز يدخله في رقبتها عشان يموتها ويخلص. المهم فعرفت تفتح الباب، كان هو تربس الباب بالمفتاح وسايب المفتاح في الباب. راحت عرفت تفتح وطلعت بره الشقه، ومش بتزعق كده، بس هي صوتها ضعيف يا عين. العيال بيصوتوا. جارها اللي فوقيها بقى العريس كان كل مره بيحاول ينزل لها، مراته تقول له بلاش عشان امها تحت وكده، وامها كانت بتيجي يعني في المشاكل، فما كانش بينزل. المره دي قال لها لا ده صوت العيال بيصوتوا جامد، انا لازم انزل. نزل لقاه بقى جايب سكينه تانية من المطبخ وبيحاول يموتها تاني. جه جاره بيقول له لا، بيشيل ايده، قال له انا بدل ما اعمل جريمه هعمل جريمتين، ابعد عني. بيبعده علشان بيخاف يعني، يقول له هعمل جريمتين يعني هقتلك، بيخوفه. جارها طلع شجاع وقال له ايه اقتلنا احنا الاثنين، مش هتقتلها. وراح ماسكه جامد. راحت نازله مراته اللي هي العروسه اللي بقى لها 4 ايام، صوتت جامد، خاف. لا الناس بدات تيجي، فطبعا خاف، جري وراه الشجاع العريس دوت، ومعرفش يحصله، لقى موتوسيكل، جري ركب فوق الموتوسيكل ده وقال له ده قاتل مراته، اجري وراه. وهم بيجروا وراه علشان ما يعرفوش يجروا وراه، راح ضارب بالسكينه، كان لسه في ايده سكينه، ضارب الولد بتاع الموتوسيكل، راحوا واقعين بالموتوسيكل ما عرفوش يحصلوه. اتصل باهلها بقى وقال لهم تعالوا خدوا بنتكم، دي جثه. اتصل باخوها بالتحديد وقال له اختك خلاص بقت جثه وانا موتها، وروح استلمها. واتصل بعد كده مامتها ما ردتش عليه، ما كانتش سامعاه. المهم الجيران اتصلوا بمامتها، والاول قالوا لها جارك اللي فوق قتل مراته وتعالي بسرعه. باباها فضل يزعق لها يقول لها احنا قلنا لك ما تسكنهمش وما اعرفش وحاجات زي كده. وهم في السكه جالهم تليفون قال لهم لا دي بنتكم هي اللي اتقتلت، جوزها قتلها. امها اغمى عليها وطبعا جات لها صدمه كبيره. دلوقتي البنت في المستشفى بين الحياه والموت، بس الحمد لله يعني هم انقذوها، لكن متبهدله زي ما انتم شايفين كده. اللي عجبني فيها بقى في كل دوت ان هي طالبه طلبين، ان هي ما تشوفوش تاني وتتطلق وتاخد حقها بالقانون. لكن للاسف ان ممكن بعد كل ده ان هي ترجع له تاني، ممكن الاهل يضغطوا عليها، لان هم اهله بقى بيحاولوا ان هم يهددوا الشاهد الوحيد اللي هو فتحي ان هو ما يشهدش مع الراجل، لكن هو شهد خلاص علني قدام الناس كلها، غير ان هو شهد في النيابه. فان شاء الله خلاص يعني القضيه لابساه. لكن المشكله اللي ممكن يتدخلوا ويصلحوها، وممكن اهلها نفسهم اللي يقولوا لها خلاص عيشي معاه بعد الغلب ده. شفنا الحاجات دي كتير يعني، بعد ما يعمل فيها كل ده بيصالحها وبيعيش معاها تاني، وبيعمل فيها كده تاني، وممكن يقتلها تاني عادي خالص. احنا كده مصريين للاسف يعني. هنشوف هيحصل ايه في القضيه دي وهيتحكم عليه بايه، رغم ان هو كان مصمم ان هو يقتلها يعني، مش عايزها كده اصابه وخلاص، لا ده كذا سكينه تتكسر ويجيب تاني ويقول لها لازم اقتلك. ومش عارفين بقى كان في مخدرات ولا لا، اكيد طبعا هيحللوا له ويشوفوا